ننتقل الآن إلى نوع آخر من الأمثلة، وقبلها نود أن نشير إلى أنه إذا أردنا تعريف صحيح قاف سين عند عدد معين ألف وليست فترة، كل ما سبق دراسته اليوم وبالأمس كان على فترة، اليوم نعيد تعريف عند نقطة. ما هي الخطوات التي نجريها لإعادة تعريف صحيح السين عند نقطة؟ مثلا عند ألف نقول نوجد قاف الألف، فإذا كان قاف الألف عددا صحيحا تكون ألف نقطة تحول، ونأخذ فترة قبلها وفترة بعدها، أي نوجد نقطة التحول السابقة ونوجد نقطة التحول التالية فقط لا غير. إذا كانت ألف نقطة تحول نكتب أو نوجد فترة سابقة ثم فترة تالية. إذا نأخذ الفترتين اللتين تحويان العدد، يعني مثلا إذا كانت ألف نقطة تحول 3 على سبيل المثال وطول الدرجة 1 نأخذ 2 و4. وأما إذا كانت قاف الألف ليست عددا صحيحا هنا نكتفي بالتعويض فقط عند ألف فقط. نأخذ مثال يوضح. قاف س تساوي صحيح نص س زائد 3، المطلوب إعادة التعريف عند الأربعة. نختبر أولا، هل الأربعة نقطة تحول أم نقطة داخلية؟ نص ضرب 4 زائد 3 بيساوي 5، هذا عدد صحيح، إذا نقطة تحول. نوجد طول الدرجة، نوجد طول الدرجة طبعا 1 على نص بيساوي 2. نعود على خط الأعداد هذه المرة إلزامية، نكتفي فقط بفترة تسبق نقطة التحول المراد إيجاد تعريف عندها وبعدها، قبلها وبعدها، قبلها وبعدها، وذلك حسب طول الدرجة. الفترة الأولى هي من 2 إلى 4، والفترة الثانية من 4 إلى 6، ولا نضع س بتساوي 6 ولا نضع أكثر من ذلك، لأنه المهم عندي أن نكتب فترتين تحويان نقطة التحول الأربعة، من 2 ل 4 ومن 4 ل 6 فقط لا غير، لا أقل ولا أكثر. ثم نلاحظ أن معامل س موجب، نعوض نضع علامة المساواة عند الطرف الأول ونعوض، نجد الناتج 4 ثم الناتج الآخر 5. نكرر كمان مرة، المطلوب هنا إعادة التعريف عند نقطة وليست على فترة. نقوم باختبار هذه النقطة، هل هي نقطة تحول أم نقطة داخلية؟ وجدنا أنها نقطة تحول، نقوم بكتابة نقطة تحول قبلها وبعدها، أي نكتب فترتين تحويان هذه النقطة قبلها وبعدها. الفترة الأولى حسب طول الدرجة من 2 إلى 4، والفترة الثانية من 4 إلى 6.